الموضوع في الأول بيبقى فيه مقاومة، يعني أنا أفتكر أول مرة فكرت أسافر كان دايما عندي حتة مقاومة، إن أنا حتى شنطة السفر آخر لحظة كنت بحضر الشنطة، اللي هو مستنية يمكن يحصل حاجة فما سافرش. ف أو عندي خوف ورهبة من الموضوع إن أنا أسافر مكان جديد أنا ما بتكلمش اللغة بتاعته ومعرفش عاداته ومعرفش الناس هناك هتتقبلني إزاي أو هعرف أتعايش معاهم ولا لأ. ولكن في النهاية صدقني بعد ما بتاخد الخطوه دي وبتطلع، انت قد ايه بتكون فرحان بنفسك وفخور بنفسك وحاسس ان انت انسان قوي. لمجرد ان انت تطلع وتسيب مكانك وتروح مكان تاني مختلف. يعني انا اعرف ناس ما بتعرفش تخرج لوحدها، يعني ما ينفعش يخرج الا لو هو معاه اصحابه او معاه اخواته او معاه ما اعرفش لما حواليه عشان يعرف يروح. يخاف او يتكسف يطلع لوحده او يقعد في مكان لوحده يشرب حاجه لوحده. فتخيل بقى لو انت مش رايح مكان جوه الدايره بتاعتك، لا ده انت مسافر دوله تانية، مكان تاني خالص مختلف عنك وعن عاداتك وعن ثقافتك. فلا طبعا خطوه كبيره جدا، ولمجرد انك بتاخدها طبعا هي اول الطريق، هي مش معناها ان انت خلاص وصلت، لا ده اول الطريق انك تبتدي تعلم نفسك بنفسك. فهتلاقي الطريق بيتفتح قدامك في انك تبتدي تشوف كل حاجة بشكل مختلف بعينيك انت، مش بعينين حد تاني، مش بكلام ورأي ودماغ حد تاني كانت دايما ماشية معاك. لا هتشوف كل حاجة بجد بعينيك، هتشوف الناس دي بعينيك انت، هتقيم كل حاجة بدماغك وبتفكيرك. هتلاقي الحاجات دي كلها كمان مع الوقت بتغير لك انت شخصيتك، بتغير لك تفكيرك وبتغير لك ذوقك يعني ترانسفورميشن هتتحول لانسان تاني مع الوقت. وطبعا كل ما كنت انسان شغوف ودماغك يعني متفتحه وعينيك يعني اوبن، مش قافل عينك، مش عايز تاخد جنب من الناس دي، لا عايز تندمج معاهم بجد، عايز فعلا تتعرف عليهم. مش بهدف انك تكون نسخه منهم، لا بس بهدف انك تعرف تتعايش معاهم. وعشان تتعايش معاهم لازم تعرف الوحش والحلو عندهم، ولازم تعرف الوحش والحلو عندك عشان تعرف يعني يبقى في ادابتيشن، ايه اللي ينفع اخده وايه اللي ينفع اسيبه. والحاجات دي ما بتجيش كده، ما بتجيش كده، ومش حد هيديها لك بالمعلقه ان فلان ده يجي يقول لك اصل ما اعرفش مين عايشين ازاي فبيعملوا ايه وبيسووا ايه. لا انت يعني your own experience، خبرتك انت وتجاربك انت وتعاملاتك انت مع ده ومع ده ومع ده هي اللي هتخليك انت اوثنتك، هتخليك انت شخص حقيقي وعارف وفاهم نفسك وقادر تختار لنفسك وقادر تعيش حياتك بالشكل اللي يريحك. فدي طبعا مميزات العيشه في المانيا، ولكن زي ما قلت في النهايه هتبعدك عن حاجات كتير، هتبعدك عن ناس كتير، وهتبقى اكتر 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 مع نفسك عشان it's your own life. فهتبتدي تركز فيها على انها حياتك انت بس ومش حياه ناس تانية. ودي حاجه كويسه جدا، ولكن هتخليك متمرد نوعا ما.